بطاقتين صفراء هذا الموسم. الكرة بالكعب من لاعب نادي صور، وبعد ذلك إلى الغيلاني يوسف. تحركات الغيلاني مميزة جدا، يوسف الغيلاني رائع جدا. الخطور، الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام على روعة الأقدام. جول أول لمصلحة نادي صور بتسديدة قوية عن طريق يوسف الغيلاني، يسكن الكرة في الشباك لتهتز شباك إبراهيم المخيني. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الهدف الجميل وعلى التسديدة الرائعة. صور جاء من أجل العودة، صور جاء من أجل الفوز، وسجل في مرمى الراقي بعد محاولتين كانت حاضرة، ولكن الثالثة من يوسف سددها قوية، أسكنها في الشباك وأعلن عن تقدم نادي صور في اللقاء. تحركات يوسف مميزة، تحركات يوسف رائعة، وبالتالي تسديدة لا تصد ولا ترد، قوية 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 في شباك إبراهيم المخيني ويوسف الغيلاني مع نادي النهضة في بداية بطولة الدوري. النهضة هنا كرة وهنا ركلة جزاء، ركلة جزاء. نعم، ونحن نتحدث عن النهضة. ركلة جزاء تأتي في هذه اللحظات وبطاقة صفراء ليحيى الهديفي، وحكم المباراة لا يتردد في احتساب ركلة الجزاء الآن. والنهضة إذن يتحصل على ركلة جزاء بعد كرة طولية كانت حاضرة، وهي فرصة العودة الآن. نايف لا يتردد في القرار، ولكننا ننتظر الإعادة لأن نشاهد هذه الكرة وما حدث فيها. ركلة الجزاء هنا الكرة التي لعبت من خط الدفاع، أرسلت إلى الأمام، انطلق فيها الحاج مالك، وبعد ذلك مر وحدثت العرقلة، واحتسب حكم المباراة ركلة الجزاء. هذا هو الدخول وهذه هي الكرة. نعم، شاهد وتابع ما الذي حدث في الكرة الماضية. نعم، ركلة الجزاء يحتسبها حكم المباراة، وبالتالي لاحظ الكرة التي أتت من أحمد الكعبي وأرسلت إلى الأمام واخترقت دفاعات نادي صور. ولدينا الآن ركلة الجزاء سيكون على التنفيذ. نعم الكرة، نعم، إلى ركلة جزاء كما يشير حكم المباراة، ويحيى الهديفي يتحصل على البطاقة الصفراء. وهنا لدينا محمد الغافري هو الأقرب لأن ينفذ، وربما الحاج مالك هو الأقرب لأن يسدد، بل هو الآن سيكون محمد الغافري. هل يترك المجال؟ نعم، يتركها الآن للحاج مالك لأن ينفذ هذه الكرة الذي يبحث عن هدفه السادس في مباراته السادسة في بطولة الدوري، ومن أجل عودة الراقي إلى اللقاء. هنا لدينا هذه الكرة وهذه المحاولة من علامة الجزاء التي يحتسبها نايف البلوشي. وهنا لدينا سلطان الرقادي، هل يفعلها ويتصدى لكرة السنغال الحاج مالك؟ هنا لدينا الآن الكرة عند الحاج مالك من علامة الجزاء الصافرة تأتي الآن. سنشاهد ونتابع هنا الحاج مالك أم سلطان الرقادي في هذه الكرة، في هذه المحاولة من علامة الجزاء. الكرة في الشباك، جول أول للراقي، يعود فيها إلى اللقاء ويسجل الحاج مالك هدف التعديل. والنهضة يبحث عن الصدارة وعن الوصول إلى الإمبراطور. الراقي يعود ويسجل التعادل من علامة الجزاء، والحاج مالك يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء لمصلحة نادي النهضة. وبالتالي الكرة في الشباك، لاحظ وشاهد وتابع. كرة نعم كانت بدقة وبكل ثقة، الحاج مالك أسكنها في الشباك وأعلن عن عودة النهضة إلى اللقاء. الراقي لا يخسر في بطولة الدوري، والتعادل الآن يعود لنادي النهضة، هدف مقابل هدف في هذه المواجهة. إذن النهضة الآن